بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. اليوم نهار جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنقدم معكم وصفه ديال البريوات معسلين، ماشي كالمعتاد، المهم داخلين فيها شي مسائل جداد. هذا عندي هنايا كيلو ونص ديال اللوز ديالي مفسخ ومغسول مزيان ومنشف. هي ما كنخليش انا يبات، كنخليه غير واحد 4 سوايع صافي كينشف وكنجمعو. غندير معاه هنايا 250 غرام ديال سنيده، غندير معاه هنايا 200 غرام ديال المشماش معسل والليمون معسل، قشور الليمون معسلين. ها هما مره اخرى ان شاء الله نقدمهم معكم، كيجيو غزالين كينفعوا بزاف الوصفات. وهنا المشماش عندي 200 غرام ما بين المشماش والليمون معسل. غنديو هادشي نطحنوه ان شاء الله، ما عنديش ما كنتي خاسره باش نطحنوه، غنخرجوا نطحنوه على برا وغنرجع معكم ان شاء الله باش نكمل معكم المسائل الاخرى ان شاء الله. وشكرا لكم. المهم ها كلشي ديالي قاديته هنا في البانيو باش غنديه نطحنو ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو كي كيجي معلك طحون مزيان. اللوز ديالنا من بعد ما تطحن هانتوما شوفوا معنا كيجيو فيه داك الحبيبات رقاق ديال المشماش والليمون معسل، وما نقولكمش على واحد الريحه طالعه منه غزاله فنه. هانتي دابا غنديروا له هاد الربيع كاس ديال الزهر مقطر، وغندخلو غير بشويه هكايا، نحاول نعركو مزيان باش يدخل فيه داك الزهر. عرفتي واحد الريحه غزاله ما غيعرفها غير اللي جربها. دابا عندي هنا 150 غرام ديال الزبده اللي دابت هكا نوازت، راه الشو الحليب كي داير لتحت. 150 غرام هي اللي غندير، غنبقى نضيف غير شويه بشويه وندلك. هاد قشور الليمون معسلين والمشماش معسل كيعطيو واحد النكهه غزاله، واحد المذاق غزال كيجي فيهم. كتبدلي شويه على داك البريوات العاديه البديل اللي كانوا بالمسكه حره نيت والزهر وداكشي، كتبدلي شويه وشي حويجه اللي زوينه في نفس الوقت. صدقوني الا جربتوهم راه غتوليو وصفه معتمده عندكم، هي اللي غتبقاو ديروا. ها هي الزبده كامله، ندخل هاد الزبده ونرجع معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تشوفوا كي كتجي العجينه. هانتي كنبقاو نديروا لها هكا قلت لكم باش كتخرجوا داك الزيت زيوت الطياره اللي في الليمون واللوز. هادشي كي نتوما شفتوا داك حبيبات الليمون هكا معسلين. قرب شويه شتي هانتي غنجمعوا العجينه ونرجعوا معكم ان شاء الله. العجينه ديالنا د اللوز بعد ما تعجنات هي كتولي طايعه كلينه. شوفوا كتولي طيله هكا، هانتي ما كتقرض ما حتى شي حاجه. هانتوما كتجي غزاله، هانتوما مشكل كتجي معلكه هانتي بحال المسكه غزاله، واخا ما فيهاش المسكه حره. كنديروا كويرات على هذا الحجم بحال المشميشه، وديك الساعه ندوزو معكم ان شاء الله الطي ديال البريوات ديالنا. وهنا من بعد ما كنكوروها على هذا الشكل هكا قد المشماشه. هانتوما كلشي كنظن بانه كيعرف يطوي البريوه. ملي كنبغي نطوي كنبرك على هذا الجنب هكا باش كندفنو مزيان، عاود كنجي لهاد القنيت عاود كنبرك عليه هكا مزيان كندفنو لداخل باش ما كتخرج لناش العقده من
من الورقه. بقاو غاديين على هذا الشكل هكا. عاود كنجيو لهادي هكا، كنبقاو نبركو بصبعنا وندفنو هكا على هذا الشكل. نزيدو معكم واحده اخرى. بقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملو. كنديرو هنا شويه ديال العجينه صافي كتجي هكا. ها الفريوات ديالنا كي جايين. نكملوا ان شاء الله ونرجعوا معكم في القليان. هنا من بعد ما كملنا الطيان ديالهم كنديروهم يتقلاو. البوطه كتكون ما مجهداش غير موينه، كنخليهم هكا يتقلاو على الخاطر كنغطيوهم هكا بالزيت. البريوات خصهم يتغطاو بالزيت باش ما تبقايش تقلبي وتشقلبي فيهم كل ساعه. صافي كنديروهم هكا صافي غير كياخذوا واحد اللون شويه بحال هادو اللي هنا. هما فاش يلاه كنلوحهم شكل كيكون اللون ديالهم، وفاش كنغطسوا في العسل كياخذوا اللوين. يعني خصهم يبقاو هكا بويض، ما ياخذوش اللون بزاف، تخليهم غير هكا مبيضين صافي. فاش كديرهم هكا في العسل راه كياخذوا اللوين ديال العسل، راه كيجيو غزالين. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوهم ويعجبكم. كنتمنى يعجبوكم ويروقوكم، تجربوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم وتخليو لي في لي كومونتير. المهم هما كيتقلاو، نكملوا ان شاء الله ونرجعوا معكم في التفصيل ديال التقليد. كنتمنى تكون خفيفه على قلوبكم. انا فاش كنقليهم وكنعسلهم ما كنحيدهمش في بلاصه من العسل، كنخليهم واحد المده ديال 4 سوايع ولا 5 سوايع، كنخليهم في العسل باش كيجيو من الداخل معسلين مزيان ومعلكين. حيت راه ما كنديروش، انت شتي راه كيلو ونص ديال اللوز اللي درت فيه يلاه 200 غرام ديال السكر ولا 250 غرام ديال السكر. يعني ديك الزلافه اللي شتوني درت يا سنيده هي اللي درت مع داك الليمون ومع داك المشماش معسلين هما اللي درت. يعني دابا كنخليهم واحد المده طويله هكا في العسل باش كيشربوا لنا العسل من الداخل وكيجيو معسلين. ان شاء الله مره اخرى غنوريكم الطريقه ديال العسل. انا العسل كنطيبها لراسي، كتجي زوينه وكتجي صادقه وكتجي ثقيله. مره اخرى ان شاء الله غنشارك معكم الفيديو ديال العسل. دابا ان شاء الله جايه غير العواشر وجايه غير وقيته ديال العسل وداكشي، وغنوريكم الطريقه ديال العسل ناجحه 100%. كتصدق، غتستغناو على العسل اللي كتشريو نهائيا من الزنقه وغتبقاو تستعملوا غير هذه. كتجي لونها زوين مغلوق بلا حبوب اتاي بلا قرفه بلا حتى شي حاجه، ما كندير لا حتى شي حاجه اللي تعطيها اللون. يعني كنطيب غير السكر مع كندير السكر خلاص القالب، كنديرو مع لي طرونش ديال الحامض. هانتوما شتو اللون ديالها كي كتجي، وراه كتجي ثقيله باش كتشد لنا في سميتو. كنخليوها حتى كتبرد كتولي ثقيله، عاد كنطفي فيها هادشي سخون. حتى لهنا كنكونوا سالينا البريوات ديالنا، كيكونوا وجدوا لنا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكونوا بقيتوا معنا حتى النهايه ديال الفيديو ويعجبوكم ان شاء الله الرحمن الرحيم ويرقوكم. هانتوما حنا كملنا الكميه كامله، هي واجده. هذه ديال واحد المناسبه غنحل معكم وحده تشوفوها كي كيجيو معلكين من الداخل. هانتوما شوفوا كيجيو معلكين شاربين العسل ومعلكين، وواحد داك النكهه ديال الليمون وديال المشماش كتجي رائعه فيهم، كتجي غزاله. كنتمنى يعجبوكم ويرقوكم وتكونوا وصلتوا معنا للنهايه، وشكرا لكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.